ضوء قمر أو فتيل شمعة، وتعصف به الاغتيالات لأجل تسقيط أو خلاف تافه، والحكومة تتفرج. عراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود، لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع. أفكار أمير المؤمنين عليه السلام، أفكان أمير المؤمنين عليه السلام يستطيع النوم وهناك في القرب منه جائع؟ وكم ملأوا الأزقة والشوارع بلا سقف ولا حائط أو لقمة عيش، يفترش بل يفترشون الأرض الترابية ويلتحفون السماء الماطرة. حكومة مضخمة قد نست من هم خلف الجدر المحصنة، قد أعمت عيونهم الأموال والبيوت الفارهة والقصور المزخرفة والطائرات المعدة، غافلة عن سجن اسمه العراق. شعب أبي الضيم، لكن توالت عليه الحروب والظروف ليتحول لقمة سائغة ويقع بين أفكاك الساسة والقادة. شعب لا يريد لقمة، بل يريد عزة وصوتا مسموعا وحرية يبتغي بها مرضاة ربه وإثبات نفسه. ولكن جاءت حكومة تكتم وتكمم الأفواه وتقتل المعارض وتهجر أصحاب الألسن المعارضة لتملأ السجون بهم وبكل مقاوم حاول تحرير بلده من دبابة الاحتلال أو طيارته. حكومة استأثرت لنفسها كل شيء ولم تعد تسمع لأي أحد على الإطلاق، حتى صوت المرجع وفتواه وصوت الشريك وشكواه، مدعومة من الشرق والغرب بما يستغرب له كل حكيم وعاقل. نحن في ذلك كله لا نريد أن نأخذ منصبهم أو كرسيهم، فنحن آل الصدر أرفع من ذلك، بل نريد أن نكون لهم مرشدين ولهم من الزلل محافظين، لكي يكون العراق بين أياد أبوية أمينة، لكنهم لا يسمعون إلا كلام أسيادهم، تاركين آل الصدر خلفه، آل الصدر والشهيدين الصدرين خلف ظهورهم. ومهما عارضهم شيعي أو سني أو كردي اتهموه بالإرهاب أو بالطائفية، فيلجؤون إلى القضاء المسيس إلى إنهائه أو إلى جيش لاعتقاله أو غير ذلك من الإعلام المحرف والصور المشوهة مما أنتم أعلم بها. ونحن آل الصدر إن لم نستطع تغيير ذلك فنقول: اللهم لا تجمع بيننا وبين الظالمين، واجمع بيننا وبين من هم للحق محبون. فالسلام على من ناصرنا، وما خذلناهم ولن نخذلهم، ولكننا نطلب بذلك القرار الحفاظ عليهم وعلى سمعتهم من التشويه والانجراف في الدنيا، ولا سيما مع وجود من يتلاعب بكم أيها الأحبة، بل ويستغلنا آل الصدر للوصول إلى مآربه الدنيوية البغيضة. فقد جمعوا الأموال وأراقوا الدماء وانتهكوا الأعراض وتسلطوا على الرقاب باسمنا نحن لا غير، وهم لا يراعون في ذلك فتوى ولا حكم ولا استفتاء ولا قرار ولا حتى قصقوصة ولا نصيحة ولا أمر إداري، بل هم معرضون عن ذلك. ولتعلموا أيها العراقيون إنا لكم محبون، فاستمروا على إيمانكم
ومحبتكم ودينكم ونصرتكم، فقد نصركم الله بنا ونصرنا بكم، وأنتم لنا عزة وشرف، إلا الضالون المضلون، إلا الضالون المضلون منكم ممن اختار الدنيا على الآخرة، فتبا لهم وسحقا وترحا. وإن كانت هناك بينكم أصوات شريفة سياسية أو غيرها فلتستمر، ولكن بعمل مستقل أو غير ذلك، بعيدا عني وبأطر عامة يجمعها الصلاح والإيمان والوطنية والحكمة والمصلحة العامة، فلا يترك العراق لأهل الباطل. لكني سأبقى للجميع، فلست للصدريين فقط، فأنا نذرت نفسي للعراق وللإسلام، وسأبقى للجميع. وما صدر من قرارات مني أو أوامر لم تتحملوها فغفر الله لي ولكم، ولكني فخور بها إلى يوم الدين، لأني حاولت في جميعها أن تكون مستوحاة ومستنبطة من نهج الشهيدين وفكرهما وأخلاقهما، ولن أحيد عن ذلك، فهم سادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. ثم أن المجتمع عامة بات بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قد أبعدني عنه بقدر ما، فأرجو من المؤمنين أن يكونوا لله ذاكرين وله مطيعين. عسى الله أن يتوب علينا وعليكم ولتفتح أبواب رحمته، عسى أن يكون بابا لظهور الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ثم أيها الأحبة، لدي بعض النقاط أذكرها باختصار. أولا، الاشتراك في الانتخابات، أراه مع هذا القرار يجب الاشتراك في هذه الانتخابات وبصورة كبيرة، لكي لا تقع الحكومة بيد غير أمينة وماكرة والعياذ بالله. وبالنسبة لي فأنا سأصوت وسأدلي بصوتي إن بقيت الحياة لكل شريف يريد خدمة الشعب، وسأقف مع الجميع على مسافة واحدة. فأرجو من العراقيين أن يشتركوا في هذه الانتخابات وأن لا يقصروا، ومن يقصر فستكون هذه خيانة للعراق وشعبه. اثنين، هناك سياسيين قاموا بخدمة الشعب العراقي بإخلاص وأمانة، ولو خليت قلبت، وهم كثر إن شاء الله، ولكني أخص بالذكر والشكر الأخوين محافظ العمارة ومحافظ بغداد، جزاهم الله خير جزاء المحسنين، وليستمروا وليتكاملوا في خدمتهم لشعبهم، وشكرا جزيلا.